السلام عليكم، معكم يوسف العروج مخترع كويتي. اليوم حاب اني اكلمكم عن مشاركتي في هاكاثون الكويت تحت رعاية جائزة سمو الشيخ سالم العلي صباح المعلوماتية بالتعاون مع مركز الكويت للابتكار اللي تمت في 2024. طبعا بالبداية قدمت في الهاكاثون حاب اني اشارك فيه ببراءة الاختراع والاختراع، لكن أيامها كان الاختراع مجرد نموذج، يعني الاختراع متكامل قابل للتطبيق الصناعي، لكن هو مشروح على ورق، ما في شيء تحت ايدي أقدر أنه ممكن أني أتكلم فيه. تم قبولي فعلا، وكانت فكرة الهاكاثون لله الحمد اللي هي مثل تحدي خلال فترة قصيرة جدا تحت إدارة خبراء في عدة مجالات متخصصين، يتم تحويل الأفكار إلى منتجات. وكانت بالنسبة لي فرصة عظيمة، يعني فرصة ويعني كنت أحلم فيها صراحة. وقدمت وتم قبولي. شاركت بالهاكاثون، وفعلا في خلال فترة قياسية ووقت يعني قصير كان تحدي كبير أن أحول فكرة تكنولوجية تقنية فيها عدة تحديات وفيها تصاميم هندسية من فكرة مكتوبة على ورق وجزء منها كبير موجود في عقلي إلى منتج ممكن أن يتم تجربته وممكن أن يتم استخدامه. والحمد لله نجحت في هذا التحدي، وحولت الفكرة من ورق إلى منتج. طبعا بالبداية لما شاركت شفت أن في أفرقة كثير وجهات حكومية مشاركة وجامعات، فبيني وبين نفسي قلت أنا لو أطلع من هذا الهاكاثون بدون جائزة، مجرد أن أنا أحصل على حلمي الاختراع اللي أنا حصلت عليه، مجرد أنه ينتقل من ورق إلى منتج، فهذا بالنسبة لي أكبر جائزة. وشاركت وربي لك الحمد والمنة، حصلت على المركز الثاني، وتم تكريمي من قبل سمو الأمير صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح في القصر العامر، وشرحت له براءة الاختراع وشرحت له المنتج، وكان طبعا هذا أكبر تكريم بالنسبة لي. ومن بعد جائزة سمو الشيخ سالم العلي أصبح عندي منتج أقدر أني أتكلم فيه وأملك أني أجربه وأملك أني أطوره، يعني لأنه صار منتج موجود. بعدها شاركت في معرض الشرق الأوسط. معرض الشرق الأوسط هو عبارة عن معرض يضم مخترعين من جميع دول العالم. تم عرض الاختراع على عدة لجان تحكيم، وكانت اللجان يعني من عدة دول بالعالم، والمعرض كبير، يعني معرض تقريبا شاركوا فيه 250 مخترع على جميع مستوى العالم. وربي لك الحمد حصلت على أعلى تصنيف، الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف. وكان كل إنجاز أمر فيه وكل نجاح أمر فيه يأكد لي أن أنا بالطريق الصحيح، وأن الفكرة هي تلامس حاجة، وأن السوق محتاجها وممكن أنها تكون شيء كبير. من بعدها طبعا ركزت على أني أطور الفكرة، وأني أخلي الفكرة هي عبارة عن فكرة تناسب أنها تدخل السوق. طبعا لازم أبين أن في فرق كبير بين أنه يكون مثلا ككونسبت مصنوع بالإيد، تكون كقطعة لتوضيح الفكرة، وبين منتج يتم إنتاجه في خط إنتاج ويدخل السوق ويغذي السوق. يعني هذا شيء وهذا شيء ثاني. فالحين أنا في صدد إن شاء الله نحول هذا المنتج اللي يخدم جميع البيوت إن شاء الله من الكونسبت إلى إن شاء الله منتج يرى النور في الأسواق. ويعطيكم العافية. السلام عليكم. هند بلال، كاتبة روائية. قصتي الثانية هي زبدة الفول السوداني. طبعا مثل ما قلت ما كل قصة كل كتاب له يعني فيلم عشان يطلع اسم القصة.
فكانت هذه القصة هي بين جزيرة تاهيتي وبين فرنسا. جزيرة تاهيتي اللي هي بولينيزيا اللي هي بالمحيط الهادي. فكانت القصة مسميتها أنا بالبداية بولينيزيا. في يوم من الأيام قلت مو بولينيزيا، هي اسمها زبدة الفول السوداني. ليش سميتها الاسم؟ كل الحبكة مالت القصة تدور عن حساسية الفول السوداني. فتغير الاسم بين يوم وليلة، وسميتها لما طلعت يعني نشرتها هذه القصة اسمها زبدة الفول السوداني. فوايد ناس يجون شنو معنى ليش اسم القصة زبدة الفول السوداني؟ القصة تتكلم عن يعني أنا ما أبي أحرقها حق اللي يبي يشتريها ويقراها، بس هي تدور بين هذه البلدتين، بين أخوات ثنتين تفرقوا وعرفوا بعض من خلال المرض أو الحساسية هذه. طبعاً هذه الحساسية أنا عادة بكتبي حتى الحين بقصتي الجديدة اللي قاعدة أكتبها أكتب يعني أعرف عن الشيء. يعني مثل لما كنت كتبت إنتاج اللولو الصناعي، بالقصة هذه عرفت شلون طريقة إنتاج اللولو الصناعي. وزبدة الفول السوداني هم كتبت جزء يعني بارت إنه عن الحساسية من الفول السوداني. بقصتي الجديدة اللي هي للحين قاعدة أكتبها وتقريباً وصلت فيها الربع، خلصت المقدمة والربع، هي هم كتبت عن طريقة عصر زيت الزيتون اللي هو موجود بالقصة. فدائماً يعني أحاول تعريف علمي حق القصة، يعني الفكرة الرئيسية بالقصة. زبدة الفول السوداني يعني الفكرة أنا مثل ما في شيء مثلاً أنا شفته قدامي أو حالي بالقصة. عادة أنا يجيني مثل الإلهام كذي إنه والله حلوة الفكرة هذه، فأكتبها كقصاصة صغيرة. عقبها مثلاً طلعت معي فكرة ودونتها. دائماً يمي دفتري أو مثلاً بتليفوني أدون. فالحين لو أفتح تليفوني وايد قصصات صغيرة أنا كاتبتها، من مثلاً فيها قصص أطفال، في ساعات قصص حق الكبار، مثلاً ساعات خيال، مثلاً ساعات واقع. أغلب القصص تكون خيالية. يعني أفكاري ما أدري دائماً تاخذني صوب الخيال، ماني عارفة ليش. يعني أحس إن أنا أكثر أقدر أعطي في هذا المجال اللي هو الخيال الفانتازي. وإحنا مثل ما قلنا الخيال الفانتازي يختلف عن الخيال العلمي، هو كلهم يندرجون تحت الخيال العجائبي. هما يعني الخيال العلمي، الخيال الفانتازي، يسمونها أدب الخيال العجائبي. فزبدة الفول السوداني ما حتى قصة صغيرة، يعني مثل نقول الفاكهة اللي عقب الغداء كلش صغيرة. يعني كانت مثل ما قلت إن هذه هي الفكرة الرئيسية اللي هي الحساسية من الفول السوداني. الفقرة الأخيرة اللي كتبتها بالكتاب عقب ما أنهيت القصة، وكانت نهاية حلوة جميلة، فكتبت هناك تحت رصيف الأمل بانت بداية الحب. هي هذه كانت آخر فقرة بالكتاب اللي ختمت فيها القصة.